الخير. اليوم لحد 4 مايو 2025 كلنا شاهدنا المقاطع بتاعت الفيديو، الحاجات اللي عملها الجنجويد في النهود. يا جماعه دي رساله قويه جدا لكل الشعب السوداني بكل قبائله، عشان يفهم انه الجنجويد ديل كيف بيتعاملوا مع السودانيين، كيف بيتعاملوا مع الشعب السوداني. اول حاجه الناس ديل ما شاف المقاطع انا اديك لها. اول حاجه الناس ديل خدتوا ناس في الارض، مواطنين خدتوهم في الارض وطلعوا فيهم بالسيارات بالتاتشيرات، كويس، والعالم كله شاف المقاطع دي. بعد ذاك تمام، بعد ذاك نهبوا السيارات، نهبوا الاسواق، اي عربيه شاحنه محمله جايبه بضاعه في النهود نهبوها، وكل مقاطع مطلعينها هم ذاتهم. هل دي البشر؟ واذا صنفناهم بشر هل دي سودانيين من قبائل سودانيه من واب سوداني؟ هل دي اخلاق السودانيين؟ يا اخي الحرب ذاتها فيها اخلاق، يا اخي الحرب فيها اخلاق. لكن والله اقسم بالله، شوفوا القسم ده ما عظيم، اقسم بالله ان شاء الله كله عند ربنا ما بروح، عند رب العالمين اول حاجه قبل شغل الجيش والمشتركه والبراءه وغيره والعمل الخاص. والجاي ان شاء الله حيكون اسوأ يا جنجويد في كردفان ودارفور، وربنا حينتقم منكم زي ما انتقم من ناس علي يعقوب ولا غيره وحميتي. والله اللي عملتوه في الشعب السوداني ده والله كله ربنا حينتقم. والشعب السوداني ده 40 مليون، مهما يجوكم ناس انضموا لكم من السودانيين الخونه والعملاء والله ما حيسووا حاجه. ولكن اي سوداني مفترض يعرف نحن بنحارب في منو؟ نحن بنحارب في دول، بنحارب في دوله كل يوم بتدعم، بتنزل طيارات، بتنزل مسيرات، بتجيب سلاح. تفهموا الكلام ده؟ افهموه، عشان احنا كلنا المفروض نقيف خلف الجيش والمشتركه والكتائب بتاع الديره والبراء وغيره. هؤلاء الاوباش الملاقيت ما عندهم حاجه للشعب السوداني. راجل كبير ماسكينه وبيبهدلوا فيه ويقول له قول باع. لا بعرفوا صغير ولا بعرفوا كبير ولا بعرفوا حرمه ولا بعرفوا نساء. شيروا المقطع ده يا جماعه، خلوه يوصل لاكبر عدد من الشعب السوداني عشان تعرفوا نحن بنقاتل في منو. وان شاء الله النصر جاي، والله 3 مرات النصر جاي. وانا القسم ده انا مسؤول منه. شيروا المقطع ده ان شاء الله، البشريات جايه باذن الله. ما تنسوا المتابعه يا جماعه. للجنجويد والله صعب. اوعى تفتكروا انه الجيش ده انسحب من النهود خلاص سلم. والله الشغل الجاي اللي بحضر له الجيش هسه لكردفان ودارفور والله شغل كبير. وشفتوا براكم بس لقطه بسيطه كده بس من الشغل اللي تم في نيالا على مستوى ضربتين في نيالا. دمر كل الاجهزه بتاعت التشويش، دمر المخازن بتاعت الذخيره، دمر الطياره. يا جماعه احنا بنحارب في حرب بتاع الدوله، ده حرب دوله ما حرب جنجويد. الجنجويد ده شغالين بالوكاله بيدفعوا لهم، وهم في النهايه ماشيين على الحرب دي بالمنهوبات، في النهايه بيشجعونا بالمنهوبات. ولكن والله هسه الحان داير حمر اول حاجه انتفضوا. الجيش الان بيخطط تخطيط كبير جدا لكردفان ودارفور، استعداد كبير جدا، جيش على مشترك على كتائب البراء كلها. والله يديكم بشريات كبيره جدا. الايام الجايه حتكون ايام صعبه على الجنجويد والله بحليفتها. طبعا بدوا يضربوا في مسيرات برضه في السودان ولكن ما في خسائر. ولكن دي يا جماعه اي سوداني مفترض تفهم انه دي ما حرب مع الجنجويد. نحن بنحارب في دول، نحن بنحارب في دوله بتمد الجنجويد كل مره بالسلاح والذخيره والمسيرات. وخير حديث هسه خير دليل على الكلام ده الشغل اللي تم في المطار بتاع نيالا. طياره جايبه سلاح وجايبه مسيرات وجايبه كل شيء وجايبه علاجات وبتيجي تشيل جرحى. ولذلك يا جماعه الجاي ده اللي حيكون على الجنجويد والله صعب. انا بقول لكم والله ابشروا بالخير والله. وان شاء الله حتشوفوا الجيش ده وصل لحد الضعين ووصل لحد الجنينه وفك حصار الفاشل ان شاء الله، وصل لحد نيالا. والنهود حترجع قريب جدا ان شاء الله. الشعب السوداني كله لازم يعرف انه يستنفر، كله لازم يعرف انه احنا في النهايه بنقاتل في شنو؟ احنا ما بنقاتل في مواطنين جنجويد سودانيين، نحن بنقاتل في دوله، قاتل في دول بتدعم لسه بتدعم في الجنجويد، ما قنعوا لسه. ولكن ان شاء الله ربنا حينتقم منهم. شيروا المقطع ده يا جماعه، يديكم الف عافيه اليوم.